أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أبناء البطة السوداء. هولدن كولفيل بطل رواية الحارس في حقل الشوفان لجيروم ديفيد اللي كان عنده ثقة مفرطة في نفسه وتقديره لذاته. هولدن كان دايما عارف الحقيقة ومقتنع إن هو الوحيد اللي فاهم في كل حاجة صح. كان عنده تجارب صعبة وخيبة أمل في حياته، وده خلاه يحس إنه فهم كل حاجة بشكل خاص وفريد، وكأن معرفته بتتفوق على معرفة الناس كلها. كان بيظهر لنفسه للناس التانية إن قوي وعارف كل حاجة، رغم انه كان بيواجه صعوبات داخلية كبيرة جدا. في ناس ممكن يتصرفوا بنفس الطريقة عشان يخفوا مشاعرهم الحقيقية. هو ليه في ناس اصلا شايفين نفسهم فاهمين في كل حاجة؟ انا اقول لكم، في شوية من الناس عندهم ثقة عالية جدا في نفسهم وفي قدراتهم لدرجة انهم بيعتقدوا انهم عارفين في كل حاجة. الثقة دي بقى بتكون مبنية عن تجربة او خبرة معينة عدوا بيها في حياتهم، لكن ساعات بتتحول لثقة مفرطة، كفتة يعني. المجتمع أو المحيط الاجتماعي ساعات بيدعمهم ويعزز فيه الاعتقاد إنه عارف في كل حاجة. ده ممكن يكون نتيجة للنجاحات اللي حققوها أو الألقاب اللي وصلوا ليها. على مجال الشغل مثلا، لو حد خد بوزيشن هتلاقي فيه شوية كده بيطبلوله. دايما لما يبقى فيه أي حاجة هيبتدوا إن هما ينفخوا فيه إن هو عارف كل حاجة. وفي بعض الأحيان الشخص ممكن يظهر إنه عارف كل حاجة عشان يخفي أي شعور بالضعف أو الجهل وعدم المعرفة. الاعتراف بعدم المعرفة ممكن يكون صعب جدا على شوية من الناس، وده طبعا هيأثر علينا بالسلب. أكيد هيأثر علينا بالسلب، لأن أنت لو موجود طول الوقت مع شخص بيعتقد دايما إنه عارف كل حاجة ممكن يكون متعب جدا. ممكن يخليك تحس طول الوقت بضغط وتوتر عشان بس تلبي توقعاته. التواصل مع شخص عارف كل حاجة ممكن يكون صعب لأنه مش بيدي مجال للرأي، والرأي الآخر مش هيخليك أصلا تقول أفكار مختلفة. ده ممكن يخليك تخش في صراعات كتيرة جدا وتخش في مشاكل كتيرة جدا مع الناس اللي بتعتقد إن هم فاهمين في كل حاجة، بالأخص في البيئة المهنية في الشغل يعني. الشخص اللي بيعتقد إنه عارف كل حاجة هيكون عقبة كبيرة جدا قدام إن أنت تتعاون بشكل فعال وتتبادل الأفكار مع زمايلك. هو أصلا مش عاوز كده، هو عاوز يقول رأيه عشان هو رأيه الأنجح، هو عاوز يفرض رأيه ويفرض سيطرته طول الوقت لأن هو أكتر حد عارف كل حاجة. وكمان الشخص ده عمره ما يعترف إن هو غلط، طول الوقت هيشوف نفسه صح. ده انت لو واجهته بغلطه هيقولك انا كنت عارف على فكرة، ولو اتكسف هيقولك انا كنت متوقع، مش هيقولك انا كنت عارف. وعشان تتعامل مع النوع ده من الناس لازم تكون شخص صبور جدا. لازم تفهم الثقة المفرطة اللي عنده دي جت نتيجة عن ايه. لازم تعرف ايه هي الاسباب اللي خلته دايما بيعتقد ان هو عارف كل حاجة. يمكن لو عرفت السبب تقدر ان انت تتفهم احساسه عامل ازاي ومشاعره وتعرف تتعامل معاه. لازم كمان تكون صريح وتحاول تشرح وجهة نظرك بوضوح وتعرض أفكارك بدون أي مشاكل معاه. ممكن تسيبه هو اللي يبتدي بده، ممكن هو اللي يقول رأيه الأول، مفيش مشكلة، بس لازم كمان تعبر عن رأيك ووجهة نظرك بوضوح وتفهمه انت تقصد ايه. وعلى قد ما تقدر لو الشخص ده بيأثر عليك بشكل سلبي حاول تتجاهله شوية. حاول ما تفتحش معاه مجال كبير للكلام عشان تقدر تحافظ على صحتك النفسية. في النهاية الناس اللي بيشوفوا نفسهم فاهمين في كل حاجة ممكن يكون لهم تأثير كبير جدا في حياتنا. مهم اننا نتعامل معاهم بطرق صحية ونحافظ على توازننا الشخصي. شكرا لاستماعكم في الحلقة دي، واشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست أبناء البطة السوداء.